قالت مصادر قضائية مطلعة إن محكمة في الجزائر حكمت يوم الأحد على الصحفي البارز إحسان القاضي الموقوف منذ ديسمبر الماضي بتهمة تلقي تمويل خارجي بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة، إضافة إلى 2 سنين موقوفة التنفيذ. وأصدر القاضي حكمه خلال جلسة علنية حضرها المتهم، وقضى فيها بسجنه لمدة 3 سنوات سجنا نافذة و2 سنين موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية قدرها 700 ألف دينار، نحو 4800 يورو، أي ما يقارب 4 ملايين و160 ألف. وفور النطق بالحكم رفع الصحفي يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة. في هذا السياق أكد المحامي عبد الغني بادي أحد أعضاء هيئة الدفاع التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم، متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية: سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا، احتجاجا على عدم توافر شروط المحاكمة العادلة.